أحلى شعور وأنت تمشي في نفق السعادة. هذا إيش اسمه؟ هذا اسمه طريق السعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الآن إن شاء الله حتبدأ رحلتي على فين؟ على اسطنبول، وبعدها إن شاء الله على طرابزون. عندي شغلة بسيطة هناك حسويها لمدة أسبوع، وبعدها نرجع وإن شاء الله نغطي لكم أماكن ومحلات وأشياء إن شاء الله تناسبكم. القطار يغادر الآن. Next station, International Departure. المحطة القادمة محطة المغادرة الدولية. هذا نفق السعادة النهائي إلى الطائرة. ما أحلاك، وحشتني صار لك زمان. أحلى نفق. وهذا وصلنا الحمد لله على السلامة، مطار اسطنبول الدولي. مطار كبير. اللي عنده رحلة مواصلة لازم يحسب حسابه يكون أقل شيء 3 ساعات بين الرحلتين، لأنه عشان توصل من البوابة للجوازات، الشنط، استلام الشنط والدخول الداخلي ياخذ وقت كثير جدا. أقل شيء الواحد يكون عنده 3 ساعات بين الرحلتين. أنا خليت تقريبا 5 عشان أكون مرتاح. واللي مستعجل في الدراجات هذه الكهربائية ممكن ياخذها ويمشي. لسه مشوار لين ما نوصل الجوازات. في كان بوابة عديتها ما صورت الحقيقة، اللي هو المرور السريع اللي أعمارهم من 0 ل5 سنوات و65 وما فوق. والبوابة فوق راحت ما صورتها حقيقة. هذه الواحد عنده كبير في السن أو أطفال ممكن يستخدم البوابة هذه، يصير على طول يخش على الجوازات. وهذه الجوازات هنا تختيم الخروج. هنا قربنا على منطقة استلام العفش. هذه المنطقة أول ما تعدوا بعد الجوازات وتنزلوا من السلالم تجيكم هذه المنطقة. هذا بالنسبة للانترناشنال، اللي جايين على الانترناشنال مطار اسطنبول الدولي. فتشوفوا اللوحة هنا ايش الأرقام ورحلاتكم هذا، ويدلكم على أي سير تروحوا تستلموا بتاعتكم. بالنسبة لنا السعودية هنا نشوف السعودية على سعودية هنا 25. وهنا نتوجه على منطقة العفش. وخلاص هذه المنطقة حقت العفش خلقنا منها الآن. الحمد لله جاء العفش بسرعة، ما في زحمة حقيقة. وخلاص طالعين، والآن هروح استلم الراوتر تبع النت. أخذته تقريبا من 11 اليوم ل 18 ب$46 مفتوح. يجي الجهاز مع الراوتر مع التوصيلات الظاهر وباور بنك. خلينا نشوفه مع بعض. على بوابة 13 الخروج استلمه من هناك. وهذه كل الماني اكسشينج والشرايح الجوال والاشياء كله موجود هنا في المطار. فالواحد يكون عنده الافضل عملة صرف خفيفة
أو يصرف على قد اللي يبغاه، $100 $50، لأنه الماكينة حقت العربات هذه أول أخذتها ب5 وبعدين صارت ب10 اليوم ب20. وهذه بوابة الخروج، إذا عندك شيء تبغى تشيكه تخش الأحمر، وإذا ما عندك شيء تطلع على طول الأخضر. وهنا منطقة استلام الراوتر تبع النت. عند اللوحة هذه نستلم عندها الراوتر. وهذه منطقة التكاسي من بوابة 14 إلى بوابة 1. هذه كلها تكاسي في الدور الأول اللي تخرجوا منه للانترناشنال. الحمد لله على السلامة. وصلنا إلى طرابزون. أجواء رائعة ما شاء الله، ودرجة الحرارة تقريبا 21-20، والأجواء غيمة واحتمال هطول أمطار. الله يجيب الخير. الآن خلاص نروح نستلم العفش، وبيتك بيتك نوم. نمت من أمس.